انا ما ينفعش اطلع حاجه غير ممثل. بيستاشيو مبهدلنا خالص وبتاع. لا ما تهزريش والله. انا بعد ما خسيت جالي عقده، يعني ممكن ارتكب جريمه. اقسم بالله لو ما اكلت الكنافه بالبيستاشيو لو ما اضربك. اسكتي يا منى اسكتي، اعترف يالا ليه جنبها قتله. هاي ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده معايا البوكس بتاع جوسبس، هنفتح بقى ونشوف فيه ايه. اول حاجه اسئله ملهاش علاقه ببعض. فضلت تقول مش هجوز بناتي وانا عايزهم جنبي لحد ما هوبا هشام جه خطف قلبك انت وليلى. قول لنا بقى اشمعنى غيرت رايك، خصوصا ان ليلى صغيره؟ لا هي مالهاش علاقه بالصغيره والكبيره، ليها علاقه ان انا ما كنتش عايز بناتي يبعدوا عني، بس هشام بقى جه واعمل ايه؟ ماشي هشام ليه اساليب في الاقناع صح؟ مش عايز تغششنا كده اساليبه؟ لا والله يعني انا حسيت ان هو حبيبها جدا، مقدرها، هيشيلها في عينيه وعلى راسه، وحسسني بده جدا جدا من طريقه كلامه وشرحه للموضوع. وبعدين لقيت ليلى برضو مياله ليه، ما قدرتش اعمل ايه. بمناسبه البنات هنلعب معاك لعبه لذيذه، معانا جمل جات لنا من البيت عندك عايزينك تقراها لنا، خمن مين اللي كاتبها. شكرا يا بابي انك استحملتني حتى لما ولعت في البيت. دي ليلى طبعا. صح. ليلى ولعت البيت كله. كنا احنا في مهرجان في الكويت، ويا دوبك لسه راجعين من حفله المهرجان والجوائز وحاجات، يا دوبك دخلنا الاوتيل لقيت ملك بقى بتكلمني وبتقول لي البيت ولع. ليلى كانت بتذاكر لمنى وفي نفس الوقت حاطه اندومي على النار، الدنيا ولعت، المطبخ ولع بالشقه كلها. وبصراحه يعني ملك كانت ب100 راجل في الموقف ده، احتوت الموقف وطلعت اخواتها كلهم بره الشقه بالسيرفنتس بالحاجات، وكلمت بواب وكلمت المطافي، واحنا طبعا كنا هناك بنموت يعني، كنا بنخبط دماغنا في الحيط. اكتر حاجه بحبها في بابي انه الراجل المثالي، دي ملك طبعا صح. ده من قبل ما تكمل الجمله انا عارف دماغها يعني. بابي هو الراجل المثالي بالنسبه لي، وده مصعب عليا فكره ان اي راجل يشدني. دي ملك طبعا. هي علشان انا علاقتي بملك مش بنتي، ملك صاحبتي، حتى باخد رايها في كل حاجه بتخصني، بقعد اتكلم معاها واتناقش معاها. فملك شايفه ان انا ده المثال، لان انا طبعا انا حنين جدا على بناتي، بحبهم قوي بشكل مرضي يعني. فهي شايفه ان هي عايزه حد كده، حد يحن عليها ويطبطب عليها، لان ملك حساسه قوي، تتاثر جدا من اي حاجه، كلمه ممكن توديها وكلمه ممكن تجيبها. انا شايف انه مش صح يعني، انا شايف انها لازم تتخطى الفكره دي، لان مش اي حد هيتعامل معاها او يشوفها زي ما انا بتعامل معاها وبشوف. انا احساسي مختلف، دي بنتي واول فرحتي، اهم حاجه عندي في حياتي يعني هم بناتي وبالذات ملك يعني. اكتر حاجه بحبها فيك انك بتجيب لي ورد يوم الفالنتاين. ملوكه برضه. حد غير ملك؟ لا ما تهزريش والله. امال مين؟ نور. بس الاربعه بجيب لهم طبعا حبايبي. دي نور اللي كاتباها. ماشي يا نور. اكتر ذكرى عمري ما انساها لما انت جيت معايا البطوله بتاعتي وشجعتني. دي منى. صح. دي منى كان عندها ماتش، هي بتلعب كوره، كان نفسي ان انا اجي احضر واتفرج عليها وكده، واحضر الماتش اللي هي بتلعبه. الحمد لله كان يوميها ما عنديش تصوير، فنزلت رحت معاها، فهي انبسطت قوي. مين صاحب فكره ان منى تتمرن كوره معايا؟ بجد هي اللي فكرت، وانا لغايه دلوقتي مش مقتنع بالفكره. قلت لها بقى دي لعبه ولاد يعني وكده صح؟ تلعب كره قدم لا يعني، بس ده غريبه جدا دلوقتي بالنسبه لي يعني. دي رياضه وطالما هي حباها وعاوزه تعملها خلاص. زيزو انت ما شاء الله كنت بتلبس مقاس اكس لارج، دلوقتي فورمه ويا دوبك بتلبس سمول، ما تكسب فينا ثواب. وقول لنا ازاي بقالك اكتر من 10 سنين محافظ على الرشاقه دي، عشان البيستاشيو مبهدلنا خالص. والله بصي هقول لك على حاجه، انا بحب الاكل جدا وبحب استطعمه يعني، لازم الحاجه اللي اكلها طعمها يبقى حلو. انا بعد ما خسيت جالي عقده، بخاف جدا جدا جدا، لان انا طول عمري جسمي قابل للتخن، اكل حاجه صغيره قد كده تاني يوم اصحى الاقي نفسي مورم، اشرب مشروب غازي مثلا مفيش ساعتين ثلاثه لا احس ان انا منفوخ. عشت فتره المرض دي، فتره التخن وكده، انا بالنسبه لي مش عايز اشوف المرحله دي تاني، لان المرحله دي كانت صعبه وقاسيه عليا قوي، وقاسيه على اللي عايشين معايا، لان انا كنت عصبي جدا، ما كنتش طايق نفسي، كنت بكره ابص لنفسي في المرايه، بطلت تمثيل. فانا مش عايز ارجع تاني، بحاول بقدر الامكان ان انا اكل اللي يعجبني، واللي انا عايز باكل كل حاجه على فكره، مش بقول لا اصل ده يتخن وده ما يتخنش، لا نفسي في حته بسبوسه هاكل حته بسبوسه، بس اكل حته قد كده، هاخد الطعم بتاعها، مش لازم اكل صينيه بسبوسه عشان اقول انا اكلت حلويات يعني. بستطعم اللي انا عاوزه، باخد الطعم الحلو اللي انا نفسي فيه، ولكن بكميات قليله، علشان انا مش عايز ارجع تاني للمرحله اللي انا كنت فيها دي، ولا عاوز افتكر الايام دي. ايه حوار ان كان نفسك تطلع ظابط لو ما كنتش ممثل ده؟ حقق لك الحلم وعايزينك ترتجل مشهد
مشهد ظابط قفش واحد منتحل شخصيه الفنان احمد زاهر. لا هو ده كان حلم زمان جدا، ايام ما كان عندي 6 سنين و7 سنين كده يعني. كنت دايما بحلم ان انا يا اطلع ظابط يا اطلع ممثل، بس الممثل خلاني لعبت الظابط كذا مره فخلاص بقيت متشبع يعني. لا انا ما ينفعش اطلع حاجه غير ممثل. فكرت اصلا في فتره من الفترات ان انا اسيب التمثيل اصلا واشوف اي شغلانه تانية، ما عرفتش، ولا حتى ان انا افتح حاجه وافتح زي بقيه الفنانين كافيهات ومطعم. مش عارف بجد، ما اعرفش اعمل حاجه غير ان انا ابقى ممثل، اذاكر شخصيه، اخش جواها، اتقمص جواها. هي دي اللحظه الوحيده اللي انا بحس فيها ان انا سعيد. مش عايزين جمله كده طيب بمناسبه السؤال ده؟ حاجه بقى بالظبط يعني. ولا اعترف يالا انت اللي جبت كونسبتس ولا مين اللي جابه؟ انت. احنا خفنا شويه. تمام مش احنا والله. زيزو لما بيتعصب مش بيشوف قدامه. عايزينك تحكي لنا موقف حصل بهدلت الدنيا فيه بهدله ما يعلم بيها الا ربنا. انا صعب اتعصب لان انا كنت زمان عصبي قوي بزياده، اي كلمه بتعصب عليها، وده شيء كان بيضايق الناس وبيضايق اللي حواليا وبيضايق اسرتي. قعدت افكر مع نفسي دول احلى حاجه في حياتك واكتر ناس بتحبهم، طب ما انت لازم تحاول تتغير علشانهم. بدات امسك نفسي مش اي وقت اتعصب فيه، لان انا لما بتعصب فعلا ما بشوفش قدامي. يعني ممكن ارتكب جريمه 7-8 سنين الاخرانيين دولت انا مختلف عن قبل كده. قبل كده كان ما عنديش مانع اتعصب في اي لحظه ومع اي كلمه، لا دلوقتي بفكر 1000 مره قبل ما اتعصب. بمناسبه العصبيه وانك صاحب اصعب خناقات في الدراما، عايزينك تقول لنا الجمله دي وانت بتزعق بطريقتين مختلفتين. دايت ايه وهباب ايه اللي انت عامله؟ اقسم بالله لو ما اكلت الكنافه بالبيستاشيو دي لاقوم اضربك. عايزيني ازعق بطريقتين مختلفين. ممكن يبقى زعيقه وممكن يبقى مثلا تهديد مثلا. ماشي حلوه دي. دايت ايه وهباب ايه اللي انت عامله؟ اقسم بالله لو ما اكلت الكنافه بالبيستاشيو لاقوم اضربك. كل لا مثلا ممكن اقولها بقى ايه؟ دايت ايه وهباب ايه اللي انت عامله؟ اقسم بالله لو ما اكلت الكنافه بالبيستاشيو دي لاقوم اضربك. كل يا عم. يا جماعه هنقوم ناكل حالا كلنا كنافه بالبيستاشيو. كلنا هناكل بالبيستاشيو. هنجيبها من جوه. ما بحبش البيستاشيو ده خالص. هل زيزو وهو صغير كان شقي وعفريت زي منى ولا عاقل ورزين زي ملك؟ لا كنت شقي وعفريت جدا. عرفنا مش جاي من بره يعني. ما كانش ليا حل. لا كنت صعب، يمكن عشان انا كنت وحيد فما كنتش بلاقي حد العب معاه اتكلم معاه، يعني بشوف ايه اللي حواليا واروح ابوظ حاجه. مره كنا في نيجيريا انا وامي، هي دكتوره فكان عندها منحه هناك او بتشتغل هناك يعني، قعدت 3 سنين. فانا هناك بقى ايه، انا لوحدي وامي بتشتغل في المستشفى كانت جنب البيت، فمش عارف بقى اعمل ايه بقى. اروح اخرب عربيه جارنا، اكسر المرايه. مشاكل في نيجيريا ده يعني اعمل اخرب اي حاجه. مفيش لعبه كانت بتجيني كنت بسيبها على حالها. ما ينفعش، لازم اقعد افككها واشوف هي ايه اللي جواها ومعموله ازاي وقافلينها ازاي وبتاع. وطبعا بعد ما افكها ما اعرفش اركبها تاني فبرميها. في دراسه معموله عن الناس اللي لونهم المفضل هو الاحمر والاسود ان عندهم رهاب اجتماعي وبيتوتروا لما السبوت لايت يبقى عليهم. قولنا ايه رايك في الكلام اللي بيتقال عليك ده؟ بما انك انتوا عرفتوا منين ان انا الاحمر والاسود احمر واسود؟ فعملنا دراسه بقى كده. عملت دراسه. ايه رايك بقى؟ لا رهاب اجتماعي ازاي؟ ده انا ممثل. يعني لما بطلع حتى في مسرح قدام الناس كلها وبمثل ولا يهمني، لا ما عنديش رهاب اجتماعي. بس الرهاب الاجتماعي اللي يخاف منك يعني. ممكن. على فكره عايز اقول لك على حاجه، دايما تعاملي مع كل الناس حتى في اللوكيشن حتى حياتي لطيف جدا وكيوت جدا ولذيذ جدا. يعني ما بخشش بان انا احمد زاهر خالص. يعني ايه يعني احمد زاهر؟ يعني بني ادم، مش عشان عليا سبوت لايت او عشان انا مشهور او معروف فاقوم اتعامل مع الناس بشكل رديء. يعني بالعكس تماما، عمري في حياتي ما بتعامل بشكل زي ما بيشوفوا في الادوار او في التمثيل، لان ده دور في النهايه. لكن ده احمد، فاحمد لازم يبقى على طبيعته. يعني ما عنديش انا الحته دي. مفيش رهاب اجتماعي. بمناسبه الشقاوه، كل بنوته منهم كان عندها ذكرى منيله بسبب الشقاوه. عايزين ترتب لنا الاشقى في البنات من الاشقى جدا للاهدى، مع ذكر موقف طفولي مشرد لكل اسم. مشرد لا مش للدرجه دي يعني. موقف لليلى مثلا انها كانت بتقعد تتنطط على الكراسي وهي صغيره خالص، يعني عندها مثلا 4-5 سنين، تتنطط في كل حته لغايه لما في مره وقعت دماغها اتفتحت. انا بقى دخلت شفت منظر الدم ده. هدى بصراحه كانت اقوى مني في الحته دي لان انا انهارت. يعني انا لو حصل لي ايه عادي. يعني انا السنه اللي فاتت وانا بصور مناخيري اتكسرت ودخلت عملت عمليه وقعدت في بتاع كده وفتيل جوه وبتاع وحاجات عادي. في رمضان اللي فات انا بالنسبه لي عادي، بس ان انا اشوف واحده فيهم نازل منها نقطه دم ده بالنسبه لي ما بعرفش استحمل ده خالص. طبعا انا شفت المنظر ده ما بقتش عارف اعمل ايه. انا اتشليت في مكاني كده ما بقتش عارف حتى اقرب لها. يعني هدى اللي دخلت وشالتها على طول وقالت لي يلا يلا جرينا بسرعه على المستشفى. وطبعا ما سبتهاش، دخلت معاها اوضه العمليات وهي بتتخيط. الموضوع وصل للعمليه. ده كده عشان تنط على الكرسي. دماغها كلها اتفتحت ونزل كميه دم رهيبه. انا بقول لك انا ملك ما كانتش شقيه للدرجه يعني. وعمرها ما عملت حاجه. بس يمكن في موقف من
من 3-4 سنين كده كنا احنا في الامارات انا وملك وليلى لوحدينا، رحنا نلعب اللي هي سباق العربيات دي. اوكي. احنا بنلف وبتاع وحاجات، وبعدين فجاه لقيت عربيه دخلت في الحاجز اللي محطوط ده. انا حسيت ان دي ملك والله العظيم، مش شايف حاجه اصلا، المكان بعيد جدا، مش شايف مين سايق، مستحيل اشوف مين اللي جوه العربيه على الارض كده، انت فاهمه. انا ما اعرفش ايه اللي حسسني ان دي ملك، حتى مش ليلى، لا دي ملك. وقفت العربيه في نص السباق ونزلت اجري لغايه العربيه الثانيه لقيتها ملك فعلا. عارفه خلاص بقى كنت بهر يعني بموت من جوه. منى ونور بقى مش قادر افتكر لك مواقف، يعني هم مبهدلين البيت. احنا متوقعين يعني هم مبهدلين الدنيا كلها يعني يكفي ان انا اقول لك كده وبعدين مستحيل نبقى بنتفرج على حاجه ومنى تسكت، وصاحبها اصوات برضه زي ابوها اصل الموضوع ما نقدرش نلومها في حاجه. مالك بتقول لها اسكتي يا منى اسكتي ما بتسكتش. احنا متخيلين يعني. انت متخيله؟ انا متخيله. اوكي. ربنا يكون في عونكم. احنا عارفين ان عندك فوبيا من الاماكن العاليه والفيران. الاماكن العاليه تمام مش هتطلعها، الفيران بقى بتنتصر عليهم لو قفشتوا فار بيجري في المطبخ. الفيران دي يعني انا بكرههم كره العمى، يعني مش عارفه لا مش طالعه من قلبك قوي. لا بكرههم وبقرف منهم جدا. فطبعا انا الراجل بالظبط، مفيش فعلا راجل في البيت غيرك، انا الراجل اللي البيت كله ستات وانا الراجل الوحيد. فطبعا لما بيبقى في فار في اوضه ولا في حمام ولا بتاع احلى كوميديا. مشهد لا مشهد بجد. انا ببقى مرعوب وخايف جدا ولوحدي، وطبعا قافل باب الاوضه او باب الحمام ومعايا بقى وتسمعي بقى وبتاع وحاجات وتخبيط وتكسير، ببهدل الدنيا لغايه لما بقتله يعني وطبعا ببقى مش قادر اقول لك انا مرعوب، وفي نفس الوقت مفيش حد غير يعمل كده. طب مين اللي هيعمل كده؟ انت فاهمه؟ انت لو واقفه بره بقى تموتي على نفسك من الضحك. بكره الاماكن العاليه جدا والضيقه والفيران. خلاص بلاش من ارجوكي. في فار هنا ولا ايه؟ قول لنا حاجه ما حدش يعرفها عن عمرو سعد، مي عمر، محمد سامي، هشام جمال، ليلى وملك زاهر. عمرو سعد اكتشفت فيه ان هو طيب جدا وجميل في التعامل مع الكل، مع اي حد، جميل وبسيط، واستمتعت في التمثيل معاه. يعني مشاهدنا مع بعض انا كنت بستناها. مي عمر رغم نجوميتها وانها ممثله وفنانه هي ام جدا، ام فظيعه. كنا بنصور مثلا في لؤلؤ او في نعمه مخلصين الساعه 6 الصبح، بنصور من اليوم اللي قبله بقى لنا 20 ساعه 22 ساعه بنصور، بنموت، وهي تجري بسرعه عشان تصحي طايا وسيلين علشان تلبسهم وتعمل لهم السندوتشات وتطمن عليهم لغايه لما يركبوا الباص ويروحوا، وبعدين تنام. ام جدا وزوجه جدا جدا جدا. انا لو كان ليا اخت بنت ما كنتش احبها قد مي. محمد سامي الناس واخدين عنه فكره غلط اللي هو جد جدا عصبي جدا. لا محمد سامي طيب جدا وعنده بعض الانسانيات مش عند اي حد. بمعنى مثلا ممكن في الشغل يتخانق معاكي علشان انت غلطتي في حاجه، يروح بالليل يبقى متضايق قوي ان هو زعق فيكي وعمل كده، فتلاقيه تاني يوم اول حاجه يعملها انه ينده عليكي ويقول لك ما تزعليش مني، انا زعقت لك عشان مصلحتك، انا عايزك تبقي احسن. ليلى وملك مثلا في حاجه عند ملك مثلا دمعتها قريبه جدا، اكتر بناتي الحساسيه، كلمه تخليها تعيط. كنت انا بتخانق معاها وهي اصغر، اللي هو لا حتى لو انت حاسه بضعف او حاسه بضيق ما تبينيش الناس، سيطري على نفسك. دلوقتي بقت احسن، بتعرف تسيطر على نفسها في الحته دي، لكن لا زالت برضو حساسه جدا. ما حدش يجي جنبها دي، اللي يجي جنبها اقتله. لا خلاص كلنا. ليلى كوميديانه العيله، اكتر واحده بتضحكني جدا بتصرفاتها، بتقول حاجات غريبه احيانا، يعني اكتر واحده ممكن تموتني من الضحك ليلى في البيت في الحياه. عشان كده هي خضتني قوي في اعلى نسبه مشاهده. كان العكس تماما، انا اتخضيت جدا منها، يعني قلت لها ايه ده يا بنت، ايه الشطاره دي، يخرب عقلك. هشام هو مثلا جدع جدا، جدع يعني مع اي حد. ممكن حد مثلا يعرف ان هو مثلا مزنوق في حاجه، حد شغال عنده في الشركه عامل بوفيه تلاقيه راح عمل له كل حاجه، حد واخد سلفه مثلا وعارف ان هو في ظروف يقوم لاغي السلفه كانها ما حصلتش. مخرج شاطر جدا ومنتج رائع جدا وممثل ومغني وملحن يعني عارفه هو توليفه حاجات كده كتير مع بعض. هو كرييتيف، دايما بيفكر افكار اوت اوف ذا بوكس. معلومات عامه، 3 فنانين مخلفين بنات بس غير احمد زاهر. محمد سامي ومي عمر مخلفين بنات بس، صح؟ لا رزق مخلف ولاد بس. مين مخلفين بنات بس؟ ايه؟ عامر منيب شفت الذكاء. مين تاني؟ رانيا فريد شوقي. صح، انا شاطر قوي. اكمل الاغنيه مع ذكر مين اللي غناها. انا ما بحبش حد يقول لي رايحه وجايه منين. تعرف؟ لا ازاي مش عارف. انت قلتها بالاداء اصلا شويه. دي فيلم انا؟ ايوه. انا ما بحبش حد يقول لي رايحه وجايه منين. دي فيلم انا؟ فيلم ايه؟ كلم ماما. ايوه.
مستحيل افتكر طبعا. مستحيل. اسم عادل امام كامل في فيلم عريس من جهه امنيه. دي حتتك دي. يا لهوي على الزهايمر، ايه الزهايمر ده؟ ايوه خطاب النجاري. يا سلام، أيوة برافو. خطاب النجاري صح. ايوه. مين الحيوان اللي ودانه في رجله؟ ازاي ودانه في رجله؟ سبحان الله فعلا. لا انا فاشل في المعلومات العامه دي، انا فاشل، انا بعترف. ازاي ودانه في رجله؟ هي صعبه فعلا. طب ايه، قولوا لي خلاص انا مش عارف. الحلزون. الحلزون؟ ودانه في رجله؟ اسم فوبيا الفيران؟ لا مش للدرجه دي. لا 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 لا، ده لازم دكتور اللي يعرف الكلام ده. هنخلي ملك تقولها طيب. ماشي مالك، قوليها يا مالك. والله توقعت ميوزوفوبيا. ايه؟ ميوزوفوبيا او ميوزوفوبيا؟ بالظبط. ميوزوفوبيا. ليه انا اعرف حاجه زي كده. في 5 ثواني اذكر 5 اغاني لمحمد رمضان. مافيا صح. نمبر 1. ايه تاني؟ خلاص الحركه دي كفايه. جاوبت على السؤال عادي. مين صاحب الافيه ده مع تقليد الطريقه؟ عمال اعمل لك كده 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 وانت مش فاهم اي حاجه، واقف زي اللطخ. دي ليلى في عمر وسلمى. صح. عمر وسلمى 1. 2 صح. اشرح معنى المثل التالي: في الوش مرايه وفي القفس اللايه. الله على امثالكم وعلى حكمكم. ايه ده؟ في الوش حاجه وفي الظهر حاجه. صح. يعني ده المعنى يعني قدامك كويس. بيحبك قوي ومن وراك بيذنبك. الحمد لله عرفت حاجه. الحمد لله. معنى اسم هشام ومعنى اسم جمال؟ لا ما اعرفش معنى اسم هشام ايه بصراحه يعني. اي تخمين كده. مش عارف هشام. اغششك؟ غششني. معناها الرجل الكريم. الرجل الكريم. وهو فعلا كده. جمال كل حاجه يعني. صح. حاجه بتعبر عن الجمال الداخلي والخارجي. بالظبط. جمع كلمه شاي ايه؟ شايات. صح. ايه ده بجد؟ صح والله. ايوه والله. ايه ده بجد؟ ده انا بقول كده يعني. لا شايات. بس كده. كده خلصت الفقره دي. تعرفني في اللعبة دي هتجاوب على كل الأسئلة بسرعة جدا، وبعدها هتكلم حد قريب ليك جدا وتسأله نفس الأسئلة عشان تعرف هو عارفك كويس ولا لا. مين أكتر شخص بتنفذ له كلامه حتى لو مش مقتنع؟ ملك. اشمعنى ملك؟ مش عارف. نقطة الضعف. نقطة الضعف. أول فرحتي بقى وحبيبتي وصاحبتي وكده. مين حد ليك من أصحابك في الوسط الفني؟ محمد سامي، مي عمر، يعني دول أكتر ناس أنا بحبهم يعني. بتقول رأيك بنسبة قد إيه في لبس البنات؟ لا بنسبة كبيرة طبعا، بس يمكن مش دلوقتي لان هم خلاص عرفوا انا عامل ازاي. فبقوا هم لوحدهم خلاص. ولما بلاقي حاجه ما بسيبهمش، بس برضو بتسيطر عليا بنت اللذينه. اغنيه شعبي بتحبها؟ لا ما فيش اغنيه شعبي بحبها. عايزه تعرفي ايه اكتر اغنيه بحبها؟ تملي معاك. تملي معاك بتاعت عمرو دياب. بس الشعبي انا بسمعه كده يعني. بس مش لدرجه يعني ان ابقى في حاجه مفضله مركز يعني. بقى واسماء الاغاني وكلامها وبتاع. لا. احمد عاطفي ولا عقلاني؟ الاثنين طبعا عاطفي، بس في حاجات لازم العقل، لان لو كل حاجه اتاخدت بالعاطفه الدنيا ممكن تبوظ. فانا يعني ميكس ما بين الاثنين. لو قابلت حد مالكش فيه بيسلم عليك بعشم، تكشم له ولا تجامله؟ لا اجامله طبعا. بجامله بس بيبقى باين عليا، وشي ما بيعرفش يكذب. لما ببقى في حد مش طايقه بيبقى باين على وشي، بس طبعا ما اقدرش احرجه في وسط الناس. يعني بشوف ان دي قله ادب بزياده يعني. لو ما بيني وما بينه هحرجه طبعا اساسي. بتتقمص بنسبه كام في الميه؟ بنسبه كبيره. بجد؟ ايه ده، شخصيه قموصه يعني؟ مش حاجات قموصه، بس لما بزعل وشي بيبان عليا. حتى لو حاولت ان انا داري عينيا بتفضحني، بتقمص، بس لازم تبقى حاجه جامده طبعا علشان اتضايق منها يعني. اكتر حاجه بتعصبك من منى الصغيره؟ الزن والرغي الكتير، ولما تكون عايزه حاجه مهما انا اقول لها لا تفضل تعيد وتزيد لغايه لما اقول لها خلاص بقى يا منى كفايه، وبعدين في الاخر بجيبها لها. زي ملك كده. اب قوي قوي. بتحب تجرب اختراعات رمضان في الكنافه ولا لسه على قديمه وكلها ساده؟ لا انا لا كده ولا كده. زمان من قبل ما اتجوز طبعا ما كانش فيه اي اختراعات، فكانت الكنافه العاديه جدا جدا. لما اتعرفت على مراتي وعلى عيلتها، هي عيلتها فيهم شوام، اكلوني الكنافه النابلسيه اللي هي بالجبنه والعسل. من ساعتها انا ما بحبش غير الكنافه النابلسيه. يعملوا بقى بيستاشيو، يعملوا بالبتنجان ولا مش عارف ايه، ولا افكر ان انا اطلبها ولا ادوقها خالص. هشام قال لك انا هتجوز ليلى ونهاجر، هتوافق؟ طبعا لا، من قبل ما اكمل السؤال. ولا تقنعه يغير رايه؟ اكيد هقنعه يغير رايه، ولو ما اقنعتوش مش هيبقى في جواز للاسف. يعني واضح للاسف. لا يعني اصلا فكره ان بنتي تبعد عني حتى لو كانت ساكنه في نفس المنطقه دي بالنسبه لي صعبه جدا. انها تهاجر بقى وتسافر في حته ثانيه وما اشوفهاش بالسنه والجو ده لا ما اقدرش، مستحيل. نكلم بقى حد قريب منك. هي دودو بكلمك علشان اسالك اسئله ويشوفوا اذا انت عارفاني اكتر ولا لا. هفتح لا لسه ما بقيتيش على الهوا. انا هخليكي على الهوا دلوقتي. بصي يا دودو، الفقره دي اسمها تعرفني. المفروض ان انا اجاوب على كل الاسئله بسرعه جدا، وبعدها اكلم حد قريب ليك وتساله نفس الاسئله عشان تعرف هو عارفك كويس ولا لا. اوكي. مين اكتر شخص بتنفذ له كلامه حتى لو مش مقتنع؟ مين
اكتر شخص مين اكتر حد في العيله يعني؟ بناتك. مين بقى فيهم بقى تحديدا؟ ملك. صح. ملك. صح. مين حد ليك من اصحابك في الوسط؟ معروفه مخرج كبير محمد سامي. صح. محمد سامي. صح. بتقول رايك بنسبه قد ايه في لبس البنات؟ نسبه 125,000. صح برضو. صح، صح. قلت كده. عارفاني مراتي وعارفاني طبعا مراتي. اغنيه شعبي بتحبها؟ يا ابني انا في الشغله دي عامها. انا قلت انا ما بحبش الشعبي اصلا. اغنيه بقى انا بحبها وحياتي كلها بحبها زمان جدا من اول ما عرفتك. خلي معاك. صح. تملي معاك. صح. صح كده. انت عاطفي ولا عقلاني؟ عاطفي في صوره عقليه. انا قلت ميكس ما بين الاثنين. صح برضه. لو قابلت حد مالكش فيه بيسلم عليك بعشم تكشم له ولا تجامله؟ لا ما بتعرفش تجامل. ما بتعرفش اجامل. صح. بس اكيد مش هحرجه في وسط الناس يعني. لا مش بتحرجه بس ما بتعرفش يعني اللي هو انت مبدع انت خطير لا خالص. خالص. صح اهلا كده. وسهلا. اهلا وسهلا. وهيبان على وشك. صح يا دودو يا عارفاني. بتتقمص بنسبه كام في المية؟ اقول ولا لا قولي. الإجابة قولي عادي. ايه المشكله يعني؟ لا قماص. قماص قالت لك انت قماص. اعترفت برضه فتمام. ايه اكتر حاجه بتعصبك من منى الصغيره؟ الرغي والزق. الرجل والزق. الله عليك يا دودو انت حافظاني. مش هينفع كده. بتحب تجرب اختراعات رمضان في الكنافه ولا لسه على قديمه وبتاكلها ساده؟ انت عادي بتحب تجرب كل حاجه بس انت بتعشق كنافه النابلسي. النابلسيه يا نابلسيه. هشام قال لك انا هتجوز ليلى ونهاجر، هتوافق ولا تقنعه يغير رايه؟ لا طبعا هتقنعه تغير، مش هتوافق ده انت هتبلغ عنه البوليس. تمام كده يا دودو. لا طلعت عارفاك جدا فعلا. تمام. انت طلعتي عارفاني معرفه مش عاديه. لا خلاص سقفه يا جماعه عشان هي طلعت شاطره. سقف الهدى. قوي. بتقول لكم بحبكم يا جوزيف واحنا قوي بنحبك قوي أكتر قوي. والله. بخلص واكلمك. باي باي. احنا خلصنا واتبسطنا جدا جدا والله في الحلقه دي. ربنا يخليكم. ويعني كنا مستنيينها بقالنا كتير والحمد لله اتبسطنا. الحمد لله جت اخيرا وانا اللي مبسوط جدا ان انا جيت لكم. من زمان بحبكم. الحمد لله ظبطناها اهو. الحمد لله. وجينا وانا اللي بشكركم. شكراً. وميرسي قوي ان انا كنت معاكم. ميرسي. باي باي. باي باي.